السلام عليكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده يا جماعة انا حابة افضفض معاكم كده في حاجة مضايقاني. بيجيلكوا كده يا جماعة يعني من وقت للتاني، ان انتي بتفقدي الشغف، يعني اللي هو انا النهارده صاحية من النوم اللي هو مش قادرة اعمل اي حاجة حرفيا. يعني بجد مش قادرة خالص، يعني ماليش مزاج عندي. مش طايقة ان انا اشتغل، مش طايقة ان انا اصور، مش طايقة ان انا اعمل حاجة في البيت، لدرجة ان ادهم جبني المدرسة وما كنتش عملت الغدا ومش قادرة اقوم اعمله. يعني يعني شوفوا وصلت معايا لايه. انا مش عارفة ليه حاسة بالاحساس ده، وملل بقى ومش طايقة، يعني حتى الشغل مش قادرة ان انا اشتغله، يعني ولا تصوير ولا اي حاجة. بتعملوا ايه بقى لما بيحصل معاكوا كده؟ يعني لان انا الموضوع ده حصل معايا وفضلت اقاوم، لا ما تستسلميش للاحساس ده، في الاخر ضغطت على نفسي وقمت عملت الغدا. بس من جوايا لا، مش طايقه اشتغل، يعني بشتغل من غير نفس، يعني حتى الشغل بتاعي اللي هو بعيد عن التصوير برضو مش طايقه ان انا اعمله. ف ولدرجة حرفيا ان انا بفكر ان انا ما اكملش، ما اسيب الشغل اللي هو مش طايقه اعمل حاجه. طب وبعدين لما اسيبه، هل انا هستريح؟ بالعكس، ده نفسيتي هتكون أسوأ، وهيبقى في ملل أكتر. أنا مش عارفة الإحساس ده بسبب إيه، يعني هل ده التقلبات الجوية والّا إيه؟ إن من موسم لموسم ساعات باسمع إن بيحصل في مشاكل نفسية، وبيبقى في ملل، وبيحصل اكتئاب في تغيُّر المواسم يعني. مش عارفة الكلام ده صح والّا لأ. المهم إن أدينا عايشين، وأدينا بنحاول كل ما ييجي لنا الإحساس ده بنحاول إن إحنا نتفاداه ونتغاضى عنه ونكمّل في حياتنا. المهم تعالَ هنا أحكي لكم أنا باعمل إيه. عملت النهارده أكلة كده سريعة. طبعًا غسلت الفراخ الأول، غسلتها كويس أوي بالليمون وملح ودقيق، وسِبتها منقوعة فيهم شوية، وبعدين قُلت أجهّز الخلطة بتاعتها. باضربها كلّها في الخلاط مرّة واحدة. بتكون عبارة عن بصل وطماطم وفلفل وخل وزيت ومعلقة صلصة ومكعب مرقة وملح وفلفل أسود، والأساس اللي بيودّي الخلطة في حتّة تانية بهارات الكبسة. بهارات الكبسة هنا يا جماعة دي كان فاصوليا بيضا سلقتها وباصفيها من المَيّة بتاعتها. المهم زي ما باقول لكم بهارات الكبسة بتودّي الفراخ في حتّة تانية حرفيًا. جرّبوها وضيفوها في التتبيلة هتعجبكم أوي. وبعدها طبعًا الفراخ لازم تتصفّى بعد غسلتها من الحاجات اللي كنت ناقعاها فيها، الليمون وكده، وبعدين باسيبها تتصفّى تمامًا من المَيّة. دي خطوة أساسية، إن ما ينفعش الفراخ تحطيها بميتها، لأ لازم تصفّي المَيّة بتاعتها كويس أوي. وبعدين بافتحها بالسكينة كده زي ما انتم شايفين، علشان لما احط التتبيلة تتغلغل فيها، واللحم نفسه ياخد من طعم التتبيلة. هو احساس يعني بجد يا جماعة بيبقى رخم لما تبقي متضايقة ومش طايقة تعملي حاجة ومضطرة ان انتي تقومي تعمليها، يعني ان انتي لو معملتهاش الدنيا هتخرب، والبيت في بيت مفتوح وفي اولاد وعيال وزوج وكده، اللي هو انتِ مضطرة بتضغطي على نفسِك مهما تبقي متضايقة أو مكتئبة أو فاقدة الشغف زي ما اللي حصل لي النهارده، لازم تقومي وتشتغلي وبرضه تضغطي على نفسِك. هو يعني مش عارفة هل ده صح والّا لأ، إن أنا أقوم أشتغل وأضغط على نفسي علشان ما استسلمش للإحساس ده، والّا أستسلم وأدي لنفسي هدنة وما اعملش حاجة خالص؟ طب والدنيا هتمشي إزاي؟ ده أنا الدنيا لو ما مشيتش ولقيت الدنيا متبهدلة أكتر هييجي لي اكتئاب أكتر. فاللي هو أنا مش عارفة أعمل إيه يعني. فالمهم برضه قُمت وجهّزت الحاجة، وزي ما أنتم شايفين هنا باحط خلطة التتبيلة على الفراخ، ولازم أدعكها فيها كويس أوي، يعني أخلّيها تتغلغل كده تحت الجلد وفي الفتحات اللي أنا عملتها بالسكينة وفي اللحم، بحيث إن الفراخ كلّها تكون متشرّبة من التتبيلة. وبعد ما باتبّلها باحطها على البوتاجاز، تاخد شوية على النار من فوق حوالي مثلًا ربع ساعة أو تِلت ساعة، وبعد كده بتدخّليها الفرن. بتسيبيها بقى في الفرن حوالي مثلًا ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع مثلًا، أو لحد ما بتحسي إن هي اتنشّفت كده وبقت تلاقي وشّها اتحمّر، طبعًا لإن بسبب الزيت اللي أنا حاطاه. ونسيت أقول لكم كمان في التتبيلة بتحطي معلقة سكر،
دي بتخلي الفراخ تستوي وبتكون دايبة وبيكون طعمها تحفة، وبتعيد التوازن لأي حاجة زيادة في التتبيلة انت حطاها. السكر بيظبط الدنيا كويس اوي. هنا بقى خلاص كنت تبلتها وهبدأ احطها على البوتاجاز. تفتكروا الإحساس اللي أنا حاساه ده بسبب دخول الصيف؟ لأن أنا من كارهين الصيف، يعني من الناس اللي بتكره الصيف بطريقة مش طبيعية، مش بستحمله يعني خالص. فممكن يكون بسبب كده ولا ايه؟ ولا هرمونات ولا ده طبيعي بسبب الضغوطات الحياة، ان في كذا حاجة في دماغي وانا ضغط على نفسي. بصوا ده شكل الفاصوليا. طبعا الفاصوليا سهلة جدا. بعد ما سلقتها بحمر بصلاية في معلقة سمنة وشوية زيت، وبعدين بنضيف الصلصة لحد ما تتسبك، وبعدين بنضيف عليهم لأ عفوا بضيف الفاصوليا مع البصلة بشوحها، وبعدين بحط الصلصة والتوابل بتاعتنا، حطيت لها شوية من تتبيلة الفراخ اللي انا عملتها، وبسيبها تتسبك مع نفسها. وطبعا رز بشعرية زي ما انتوا شايفين. الأكلة كانت جميلة والفراخ مسكرة وطعمها تحفة حرفيا، اتجننوا عليها يعني. وكان في ليمون مخلل، وبألف هنا وشفا على قلبكم، جربوها بجد مش هتندموا. تتبيلة الفراخ دي تحفة جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي.